يا مساء الأناناس على أحلى ناس، مساء الجمال والورد على عيونكم وقلوبكم الحلوة. كل سنة وانتم طيبين. رمضان على الأبواب، تعالوا نشوف أجواء رمضان في قديكوي اسطنبول الآسيوية عاملة ازاي. نتمشى كمان في شوارع اسطنبول ونتعرف على أسعار مطاعم اسطنبول الآسيوية. يا ترى الأسعار هناك مختلفة عن اسطنبول الأوروبية؟ وأجواء السياحة الحالية في اسطنبول. كنت عاوزة كمان أقول لكم، لو كنا في مصر بنقول على الأماكن الشيك والأماكن التحفة ايجيبت، هنا بيقولوا على قديكوي براسي تركيا. لأنكم فعلا يا جماعة هتحسوا واحنا بنتمشى ان قديكوي مكان مختلف جدا عن اسطنبول الأوروبية. يعني عايزة أقول لكم قلبا وقالبا، شكلا وموضوعا، هتحسوكم انكم في بلاد أوروبية صرف. بس اللافت للنظر المكان جميل جدا، وأجواء رمضان هناك مختلفة تماما عن أي مكان تاني في اسطنبول. هتشوفوا أسعار لا تصدق وأجواء خيالية وزحمة فوق الوصف، لأن كل الناس هناك بتروح تتفسح في اسطنبول. بس لو أول مرة تشوفوني، يا هلا بيكم، أنا مروة من اسطنبول، مصرية في تركيا. اعملوا لايك أحلى ناس، واشتركوا في الفيديو، واشتركوا بالقناة، واعملوا لايكات كتير كده عشان تفرحوني. أنا عاوزة الفيديو ده يوصل بيكم يا أحلى ناس ب1000 لايك. يلا بقى تعالوا نتفسح في قديكوي مع بعض كده. عايزاكم تستمتعوا معايا بالأجواء. أنا هنا بدأت من عند ميدان الطور ومشيت كده على طول زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى نتمشى ونشوف الأجواء عاملة ازاي. بصوا أنا وصلت هنا. الشارع ده يا جماعة زحمة قوي. هنا قدامنا علي أستا بيعمل لحم معجون وبيعمل البليك اكمك، عنده ب80 ليرة. بصوا هنا كمان في بلافجي يعقوب. الشارع ده بقى بيطلع على سوق قديكوي. دخلتوا من هنا هتطلع على سوق قديكوي، هتلاقوا بقى سوق السمك ومعظم الخضروات. شايفين هنا علي أستا بيبيع كمان الكفتة ب80 ليرة، وفي كمان الدونر التركي ب70. بصوا كمان بيبيع اللي هو اللوكم دي ب20 ليرة الطبق، عاملة زي الزلابية كده. شايفين الدنيا زحمة قد ايه. في هنا كمان بابا، في يسن برجر ده يا جماعة موجود منه في تقسيم. بصوا المارت. في هنا كوفان، ده فرن يا جماعة، بس الأفران هنا بتبيع طبعا بقلافا والحلويات التركية. محمد أفندي للقهوة. شايفين الدنيا زحمة ازاي. هنا في أجفران مكرنة. واضح النهاردة في ماتش أو في فعالية للماتشات. بصوا هنا أكفران مكرنة جماعة، ده أحسن حد بيعمل مكرنة هنا أو مكرونة بمعنى أصح في قديكوي. شايفين هنا كده قدام بريتش تايم والفاكيت بانك. هنمشي كده هنلاقي هنا سميت سريه. بصوا سميت سريه هنا عبارة عن عمارة كبيرة جدا من سميت سريه. لو مشينا على طول كده هنطلع على الاسكليسي اللي هو نركب الباخرة. بصوا هنا كمان الجزء الثاني من أجفرن مكرنة. الظريف عنده كمان ان هو بيبيع السويتس. شايفين البروفيترول القمر ده. هنا السوتلاتش ب150 ليرة. هنا في ريد فيلفت ب190. شايفين الشكل جميل ازاي. بس الطبق كمان ده حلو. تعالوا بقى نتمشى كده قدام نشوف اجواء قديكوي في رمضان عامله ازاي. الدنيا زحمه يا جماعه على الاخر. هنا كمان الفواكه والعصاير. بصوا مثلا عصير موز تشيليك ب25، رمان ب30. هنا في قهوه دنيا سي من ضمن اجمل القهوات التركي، ممكن تاخدوها. على فكرة سعره أرخص من ستاربكس وأحلى كتير، والكوباية أكبر. بصوا هنا بياسفور
الفرن ده كمان جميل جدا. زي ما قلت لكم الافران هنا بتبيع بصوا الكرواسون عامل ازاي، احلى كرواسون ممكن تجربوه، او وافل. شايفين التفاح حلو كمان الكوبايه دي. بصوا الكرواسون هنا الواحده ب105. ده لسته الاسعار، ده الشكل بتاعه. فرن تاني بصوا قاسي كونافلاري، متخصص في الكنافة والبقلاوة والحلويات التركية. هنا شكرجي بيبقى عامل عروض حلوة قوي في رأس السنة. بصوا سويتس عنده في منتهى التحفة، حلوة قوي بالفراولة والأوريو. بصوا الأشكال هنا جميلة، ودي كمان حلوة قوي. تعالوا نشوف الطبق ده. شكل كمان قطع الجاتو عنده جميلة الريتش. هنا كمان بيبيع سحلب سخن بقى. بصوا المكان والشوكولاتة. الشارع بصوا بيطلع على ايه. هنا شكلها تحفة قوي يا جماعة. بصوا هنا كمان الابيض والبينك. استنوا انا عجبتني ديت، دي سعرها 195 ليرة. دي كمان باللوز، اشكالهم حلوة قوي. بص عندهم هنا كمان البقلاوة هابوتشي دي ب 610، دي ب 640. بصوا الاشكال الجميلة. هنا كمان بيعملوا القرع العسل دي بطريقة ظريفة قوي، والايفا تطلسه. بصوا بقى نشوف هنا كده بايدونر بيعمل اسكندر كمان. الاسكندر هنا سعره 188 ليرة. بصوا هنا في بهليفان للاكلات الشعبية. عايزه اقول لكم الدنيا زحمه جدا، مش عارفه اقرب من اي حاجه عشان اصور. طبعا النهارده ويك اند، يوم السبت ده عطله عند الاتراك. بصوا كمان هنا في كورو كهفاجيه. بصوا القهوات عامله ازاي والقعده، كل حاجه عليها زحمه يا جماعه. شاورما، كزين كيالار. هنا البريك. فاحنا ماشيين بقى هنلاقي سكيتشرز، سوبر ستيب. بصوا هنا كمان هتلاقوا اكتر حد متخصص في الاكسسوارز. مش ينفع ادخل من كتر الزحمه طبعا. بصوا المكان عامل ازاي. بصوا قدام الكافيه اللي هناك، شايفين الكافيه عامله ازاي. تعالوا نبص كده على الشوارع الجانبيه. بصوا يمين كده، شايفين الزحمه قد ايه. كل دول ناس خارجه تنبسط وتتفسح في قاضيكوي. تعالوا نشوف كده كمال أسطى. بتبقى كمان الدونتس عنده ظريفة، والأطباق كمان شكلها حلو قوي. بصوا دي سعرها 80 ليرة.
الاشكال يا جماعه في منتهى الجمال. بصوا الدوناتس بالفراوله باللوتس بالشوكولاته. الطبق ده سعره 140 ليرة. حلو كمان طريقة العرض بتاعتهم بتبقى ظريفة. Ödeme içeri mi yapıyoruz bu arada? بصوا كمان بالفراولة دي لذيذة قوي. دول كلهم شكلهم ظراف. بصوا الأشكال جميلة، أشكال الدوناتس. بصوا الإكلير كمان شكلها ظريف سادة وباللوتس وبالفراولة. حلوة الكوبايات دي كمان. بصوا هنا المكان عامل ازاي. دي كلها قهوات هنا. شايفين هنا كمان. طبعا وانتم ماشيين هتلاقوا بعض اماكن فيها الملابس. بصوا الشكل الحلو ده متزوق بطريقه جميله قوي. هنا في طوبة للمكسرات في يميش رمضان. هتلاقوا كمان فلوغما وماك. بصوا هنا في بوم باجي. هتلاقوا عنده برضو الحلويات. في هنا كمان كساب دونات وجنبيه في مول كده فيه 3 محلات اللي هو مكرنم والاسكندر والبيدم. لو المكان ظريف. في هنا كمان ديستان للاكل الشعبي. عايزه اقول لكم ان تعالوا الاول نشوف على الهالك لوكانتس. بصوا هتلاقوا المحشي الفلفل والكوسه. هتلاقوا هم دايما بيحبوا البتنجان. هتلاقوا البتنجان داخل في معظم الاكلات باللحمه المفرومه بالكفته بالشكل ده. خضروات بطاطس. شكل جميل قوي يا جماعه. كده دي الاسعار. بصوا هنا كمان القهوة. بيبيعوا القهوة كمان هنا على الفحم. شايفين هنا القهوة على الفحم. المكان ظريف قوي. هنمشي قدام هنلاقي بيتزا تو جو. شايفين الأجواء عاملة ازاي. أجواء قديكوي في رمضان. خلاص فاضل لنا ايام قليله جدا على رمضان. الناس كلها بتنزل تتجول وتتفسح عاده. يعني قديكوي تعتبر يعني في مصر كده بنقول. اتخضيت يا جماعه طلع لي كلب. في مصر كده بنقول مثلا على الاماكن اللي هي الهاي كلاس قوي كده او الناس ديت بنقول عليها ايجيبت. هنا بنقول عليها تركيا. بصوا بيتزا تو جو عليها طابور. هنا في قهوة برضو. شايفين الشارع طول ما انتم ماشيين. المكان في منتهى الجمال وفي كله اماكن ومطاعم للاكلات الجاهزة وكافيهات. وفي نفس الوقت الدنيا زحمة. في مكان لمحلات الملابس. موتوسيكلات هنا كتيرة. مش عارفة ده مكان لإيجار الموتوسيكلات ولا ايه، ولا ركنة الموتوسيكلات بصفة عامة. بصوا المكان عامل ازاي ده. حلوة القهوة دي.
عارفين أغنية أحمد عدوية زحمة يا دنيا زحمة؟ أنا شايفة الزحمة كلها وأنا ماشية هنا. بص انا جيت هنا عند كمال اسطى وهجرب ديت الدوناتس ديت. هي عبارة عن دوناتس وعليها سكر بودرة ومحشية من جوه كريمة زي ما انتوا شايفين. على الوش فيه الاوريو والفراولة. شكلها ظريف. تعالوا ندوق طعمها. انا همسكها كده اقطعها واشوف طعمها عامل ازاي. هي واضح كده انها فريش. طعمها حلو. لا ظريف. بصوا شكلها عامل ازاي من جوه الكريمه. العجينه نفسها او الطعم نفسه حلو. المخبوزات ظريفه. بصوا دي كمان حلوه قوي. اما الفراولايه بقى حكايه. وبكده تكون اجواء كاديكوي في رمضان خلصت. اتمنى تكون عجبتكم يا احلى ناس. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب واشوفكم فيديوهات قريبه على خير. باي باي.